على موجات الشباب والرياضة. لما الشباب يتكلم لازم نسمعه، نحاوره ونناقشه. بس الشباب لازم يتكلم. لما الشباب يتكلم. مع انتصار غريب. الأستاذ ولاء الدين بدوي، الباحث في الآثار الإسلامية، مشروعك أو فكرتك أو اللي نفسك تقوله عن الآثار الإسلامية؟ اللي نفسي أقوله طبعا هي حكاية طويلة. اللي نفسي أقوله عن الآثار الإسلامية لكل من يتولى هذه المسؤولية: اتقي الله في الآثار الإسلامية. الآثار الإسلامية هي كنوز لم ترى حتى الآن. للأسف إحنا مش عارفين نستغلها من أنفسنا، مش من الناس اللي بتيجي تسرقها من بره، لا، من أنفسنا. انزل المواقع، شوف السرقات اللي بتحصل، حاسب كل من موجودين في التفتيش، اللي بيروح واللي ما بيروحش. كل واحد يتقي الله في شغله. في الفترة الأخيرة وخاصة ما بعد الثورة سرقت كثير من القطع النادرة في الآثار الإسلامية، وحاليا لإما بتعرض في متاحف في الخليج، لإما بتعرض في بعض الجاليريات الموجودة الخاصة بالبيع بره. لحظة، دي عينك. ده بقى الآثار مسجلة ولا آثار ما كانتش مسجلة؟ مسجلة وغير مسجلة، وبتتعرض عينك. وبتتعرض عيني على عهدة ولاء الدين بدوي. على عهدتي طبعا. طيب، يعني ما ينفعش نعمل حصر للآثار دي وننشر أعتقد لو في قيادة حكيمة كما تهتم بالآثار الفرعونية هتهتم بالآثار الإسلامية. ده الآثار كلها غالية، الآثار كلها غالية. بس للأسف إحنا لو قطعة شبطي صغيرة هربت أو شفناها بره في 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 أي المتاحف أو الجاليريات اللي بتعرض الآثار المصرية بره، الدنيا هتقوم. أما للأسف إحنا بيتشال أجزاء من منابر وأجزاء من شبابيك. لا، إزاي بقى؟ وبتتعرض بره ومحدش بياخد باله غير بالصدفة. ليه ما المتحف الإسلامي انفجر؟ الدنيا قامت برضو، ما منبر قنبال رمحت. إما انفجر إحنا قلنا إيه؟ المتحف الإسلامي إما انفجر. لا، ولقوا ساعة السرقة قبل الانفجار. الأستاذ فاروق جويدة والأستاذ جمال الغيطاني. جميل. بس للأسف مع احترامي لأساتذتنا كلهم، الكلام بيبقى مش على يقين. القضية اللي أثيرت في بعض القطع اللي موجودة للأسف كانت القطع موجودة. أنا بتكلم على اللي مش موجود. القطع اللي كانت طلعت من المخازن. يعني أما اللي مش موجود بقى وبيتباع بره، يعني المعلومة وصلت غلط. وعمل عليها ضجة، وللأسف الضجة طلعت على ما فيش في الآخر. لكن المبدأ موجود إن في حاجة تتسرق. أكيد طبعا. لما الشباب يتكلم. مع انتصار غريب.